شايفين الصابون؟ قسما بالله ما شاء الله، يعني جميل وتحفة. مكنتش متوقعة النتيجة دي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. ما يكلفكش 10 جنيه، تعملي لك اكتر من 10 لتر صابون. ده انا لسه هزوده برضو، هحطه في جردل لان الطبق ده صغير. هحطه في جردل وهزوده برضو. ولو انت حابه السمك بتاعه كده والقوام كده سيبيه. شايفين الرغوه؟ بسم الله ما شاء الله. من نقطه بسيطه بس عملت رغوه قد ايه. بالشكل دي كده. ادخل على الفيديو وانت تعرف الخطوات مظبوطه وتمشي عليه. وهتعملي 10 لتر صابون بأقل التكاليف. ما تنسوش بقى تدعمونا بالاشتراك واللايك عشان يوصل لكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هعمل معاكم وصفه كده من قشر اليوسفي والبرتقال. لو بترميه ما عادش ترميه، لو بخزنيه عندك في الفريزر لاي وقت هتستعمليه فيه في السنه. ومعايا برضو قشر الليمون. قشر الليمون اهو. دي قشر برتقال. ودي قشر يوسفي اهو. ما احنا مش هنرمي اي حاجه هنستغلها في الوقت اللي احنا فيه ده. هعمل لكم منه النهارده الصابون السائل، بدل ما بنشتري الريتل ب5 جنيه وب7 جنيه. قال التكاليف هتعملي 10 ريتل، هتعملي الكميه اللي انت محتاجاها منه. هجيب معايا شفشق الخلاط واحط فيه ايه، احط القشر فيه. هضربه على مرتين كده. هنزل عليه بنص رتل ميه. ده نص رتل ميه اهو. هضربه في الخلاط وارجع لكم تاني. دي قشر البرتقال والسفند والليمون اللي انا ضربتهم في الخلاط بالشكل ده، هصفيه بمصفى هيكون خرامها ضيقه كده بالشكل ده كده. مصفى ناعمه، انا عن مصفى عندك عيونها ضيقه. ده العصير اللي انا بعد ما صفيته كده بتاع قشر السفند والبرتقال والليمون اهو بالشكل ده. ما شاء الله لونه جميل. دولت 2 ريتل. هاجي معانا بقى نجيب الطبق اللي احنا هنعمل فيه. معايا اول حاجه دولت 7 معالق نشا او كوبايه نشا بالشكل ده كده افضيه. وهنزل عليها بقى بنص كوبايه ميه. هقلبه كويس كده ايه لغايه ما النشا تدوب في الميه. افضل اقلب فيه كده لما ايه النشا تدوب. لو ما عندكش نشا ممكن تحط دقيق. بعد ما النشا داب معانا بالشكل ده كده اهو، ما عادش فيه اي تكتلات ولا اي حاجه اهو بالمنظر ده. هنزل عليها بالعصير البرتقال والعصير قشر البرتقال واليوسف اللي انا عاملاه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل عليها بقى بنص كوبايه سكر بالشكل ده كده. واقلب كويس كده برضك بالمضرب لغايه ما السكر بتاعنا يدوب. افضل استمر في التقليب كده لغايه ما السكر يدوب خالص في الميه بتاعتنا والعصير قشر البرتقال. لما تحس ان هو خلاص ما فيش اي سكر، خلاص كده داب اهو. هاجي اجيب نص كوبايه ميه كده بالشكل ده كده اهو. ومعايا ايه معلقه ملح ليمون. هدوبها كده. السكر بيعلي الرغوه معانا، ان كان في صابون بلدي او في اي صابون بيعلي الرغوه معانا.
بعد ما دوبت ملح الليمون بالشكل ده في الميه، هنزل ايه عليها على الصابون بتاعنا واقلب برضه. هجيب تاني برضه كوبايه ميه بالشكل ده كده، هجيب كوبايه ميه كده او نص كوبايه، وهجيب الماده الاساسيه بتاعتنا في الوصفه. هجيب ايه 3 معالق بوتاس كده، 3 معالق بوتاس او اللي هي الصودا الكاوية، وهقلبهم كويس. بس ايه نبعد وشنا بايه، لان بتطلع غازات وممكن تيجي على الوش ولا كده. بعد ما قلبت الصودا الكاوية او البوتاس بالشكل ده كده في نص كوبايه ميه، هنزل عليها ايه على الصابون بتاعنا، ودي الماده الاساسيه بتاعتنا. اول ما حطيته عامل ازاي، هفضل اقلب لما يتقل معايا. اول ما حطيته غير اللون برضو، غمقه شويه اهو، ما شاء الله جمد معايا اهو. الصابون ربط معايا خالص اهو، لو انتم ملاحظين ربط بالشكل ده كده اهو. كده يبقى احنا ماشيين صح. هفضل اقلب برضو بالشكل ده كده. هنخففه بقى بايه، اجيب 2 لتر ميه برضو، معايا 2 لتر ميه كده بالشكل ده، هنزل بهم برضو. وهفضل اقلب برضو كده باستمرار لغايه ما يتجانس مع بعض. يبقى انا حطيت ال2 رتل في الاول، اللي هم بتوع عصير قشر البرتقال واليوسفندي، ونص كوبايه ميه حطيت فيها برضو الصودا، ونص كوبايه ميه حطيت فيها النشا، ونص كوبايه يعني حوالي ايه دولت 5 لتر ميه. 5 لتر ميه. وبرضو عايز يزود برضو اهو، تقيل معايا اهو بسم الله ما شاء الله. انا حابه تخففيه عن كده ماشي، حابه تسيبيه كده ماشي، دي انت وراحتك. اخر حاجه هحطها اللي هو الايه، معايا اللتر كده من البريل، من البريل الجاهز، عشان ايه في المواد الحافظه. احط لتر كده بالشكل ده كده ايه، وهقلب برضه. شايفين الصابون قسما بالله ما شاء الله، يعني جميل وتحف، مكنتش متوقعه النتيجه دي. شايفين بسم الله ما شاء الله، ما يكلفكش 10 جنيه، تعملي لك اكتر من 10 لتر صابون. ده انا لسه هزوده برضو، هحطه في جردل لان الطبق ده صغير، هحطه في جردل وهزوده برضو. ولو انت حابه السمك بتاعه كده والقوام كده سيبيه. ما تنسوش بقى تدعمونا باللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. البريل اللي معايا هو اللي ايه هيزود الرغوه. والله العظيم ريحته تحفه، وبسم الله ما شاء الله قوام جميل برضك، واحسن من اللي احنا بنشتريه ب100 مره. شايفين القوام، شايفين القوام والسمك بتاعه واللون.
بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تحفة من غير ما تعملي اي حاجة. يعني كل اللي هتكلفيه ما يجيش 10 جنيه، هتكلفيه بهم هتعملي يجيب 50 جنيه صابون. اه ما شاء الله تحفة. الصابون السائل اللي انا عملته معاكم اهو، بسم الله ما شاء الله، ريحة وقوام ورغوة، وبسم الله ما شاء الله بالشكل دي كده اهو. عايزة تعرفي الطريقة ازاي مظبوطة وتمشي بالخطوات مظبوطة، ايه ادخلوا على الفيديو وانت تعرفوا الطريقة والوصفة. حاجات كلها ما تعديش ال10 جنيه. دلوقتي هجيب برضو عشان اثبت لكم الرغوة، معايا مية هيك كده اهي بالشكل ده. هجيب شوية بسيطين كده، قيمة معلقة اهي. اختبر لكم الرغوة برضو. شايفين الرغوة؟ بسم الله ما شاء الله، من نقطة بسيطة بس عملت رغوة قد ايه. يعني بالشكل دي كده. ادخلوا على الفيديو وانت تعرفي الخطوات مظبوطة وتمشي عليه، وهتعملي 10 لتر صابون بأقل التكاليف. ما تنسوش بقى تدعمونا بالاشتراك واللايك عشان يوصل لكم كل جديد.